والله يا ربنا لما شافني اجتهدت وطلعت من بيتي 8 الصبح وانا راجل من الاقاليم، ورحت راكب للقاهره، وصلت الساعه 11، ركبت مواصلات ودفعت فيها فلوس قد كده، مم. وحضرت ودماغي مصدعه ونفسي اكل، نفسي اشرب، وحضرت 10 توك ورا بعض، دماغي هتنفجر، وانا قاعد ومحتسب وصابر. حلو. ورحت كمان اجتهدت، قلت لفلان انا اسمي كذا، وقلت لعلان انا اسمي كذا، وخد الكارت بتاعي ولا خد الاكونت بتاعي، ولو سمحت يا مؤثر يا فلاني اللي عملت التوك دي اديني رقمك. ده في عرف في عرفنا في الدين ده اسمه اسباب. انت مم. ترزق من هذا الامر. تمام. ربنا مش محتاج منك، حتى احنا وانت عندك خبره وكل حاجه، ان بيقول لك من مشاكلنا ايه، ان انت تظن ان خبرتك هي اللي بتجيب لك الحاجه، صح كده؟ صحيح. انما الشاب اللي هو لسه عنده اسباب كتيره للتوكل، يعني هو ما عندوش حاجه، فاهم؟ هو ما عندوش غير ايه بقى؟ غير بذله وسعيه. حلو الكلام. فانت بتتحرك بالامر ده. تمام. تتحرك بتاخد بالاسباب، فبتكسب. السؤال بتاعك اعرف نفسي ازاي؟ اعرف ابني الحاجات دي. منظومتك الداخليه دي اللي انا قلتها، مم. فيجن وميجن وستوري وقصه والكلام ده. حلو. ورحلتك. انا كنت بقول الايفنتات والكلام عشان هي دي رحلتك، هي دي قصتك. انا مجتهد، قصتي ان انا فراك، قصتي ان انا مجتهد، قصتي ان انا السنه دي مثلا. تيجي تقول لي ايه، اديني انجازاتك، انت شاب في الجامعه، ايه انجازاتك؟ قول لي كده. حضرت 10 ايفنت، سمعت 100 حلقه بودكاست. حلو. لخصت منهم 10. تمام. ذاكرت مش عارف ايه، سمعت مش عارف لفلان وفلان، هي دي انجازات. لو عجبك الريل تقدر تشوف الحلقة كاملة على اليوتيوب كاريري كاست، دليلك العملي لكل مجال.